اهلا بيكم احلى متابعين. النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم طريقه عمل الفلافل او الطعميه. آه طبعا يعني كلنا بنحبها، أكلة غنية عن التعريف. طبعا عندنا المكونات عبارة عن فول مجروش. طبعا أنا جبته نقيته وغسلته كويس قوي ونقعته في المية عدد ساعات طويلة جدا من بالليل لغاية الصبح. وكنت بغير المية عليه من فترة للتاني، وبعدين في الآخر شطفته كده شطفة ورحت حطه على مصفى مجففاه. تمام. عندي كمان الخضرة، طبعا عبارة عن بقدونس وكزبرة خضراء وكرات، وانا عندي برضو بصلة خضراء صوان ممكن تستغني عنها طالما في كرات. عندي في كمان بصلة كبيرة وتوم مفري حوالي معلقتين كبار ل3. كمان عندي التوابل عبارة عن كزبرة جافة وكمون، ملح، شطة. طبعا بزود الكزبرة شوية، دي المكون الأساسي في الأكلة دهيت. يلا نبدأ بسم الله. طبعا هنا انا حابة اقول لكم على حاجة. طبعا كمية الخضرة اللي انا بحطها لازم تتناسب مع كمية الفول. فهم بره مش بيحطوا كمية خضرة كبيرة، وهو ده اللي بيخلي الفلافل في القلي بتاخد اللون الفاتح. فطبعا كل ما هنقلل كمية الخضرة كل ما هنقدر ان احنا نتحكم في القلي اكتر والبصل كمان، وما تغمقش مننا الفلافل يطلع لونها فاتح زي اللي بتتباع بره. وتبقى اسهل يعني في القلي. طبعا الكميه اللي انا حطاها دي باقه من كل حاجه، من الكزبره، من البقدونس او من الكرات. انا طبعا يعني لسه هشيل السيقان اللي هي من فوق دهيت وكده هوت. فالكميه دي ممكن تكون مناسبه لكيلو فول، لكن لو هنحط كميه اقل بنبتدي نقلل الكميه. كل ما قللنا كل ما هناخد الفلافل في شكل افتح شويه، وهتكون قريبة من اللي بتتباع بره في اللون. طبعا احنا هنا في البيت بنزود شوية، بس ما تزودوش كتير عشان ما تتعبوش يعني في القلي بتاعها او ما تغمقش مننا. بس هي طبعا في كلتا الاحوال طعمها بيبقى رائع. انا هنا هبتدي اطحن كل حاجة على حدة عشان اللي عندي ديت اللي هي الفود ميكر مش هقدر احط فيها كل المكونات، فهاخد حتى الفول شوية بشوية ابتدي اطحنه، وبعد كده هو اعمل البصل والثوم وبعدين الخضرة. طبعا انا كل شوية كده ببتدي اقلبها وارجع اطحن تاني. انا كده فرمته وزي ما انتوا شايفين طحنه يعني يعتبر خشن شوية. هرجع تاني الفول ده، هرجع تاني اقسمه وهديله برضو ضرب تاني في الفود ميكر هنا هوت. طبعا هو بياخد مني وقت علشان انا بقسمه. بعد كده بقى هعمل الخضار. هي طبعا يعني مجهدة شوية لكنها تستاهل في الاخر يعني. هنا زي ما انتوا شايفين قمنا بطحن الفول بصورة ناعمة. بعد كده هبتدي اعمل الخضار برضو بنفس الطريقة. بصوا هي طريقة كلها عبارة عن طحن. وهي سهلة جدا في المكونات، يعني مش محتاجة اي حاجة بس غير موضوع الطحن ده هو. هبتدي بقى بالخضار. طبعا هشيل السيقان اللي موجودة فوق دهيت، وابتدي اخد الجزء ده واطحنه في الفود ميكر بنفس الطريقة اللي عملت بيها الفول. طبعا بيكون اسهل في الفرم. وادي فرم الخضار، ناقص بقى البصل والثوم نفرمهم دلوقتي كده. برضو هما سهلين جدا، هو كان اصعب حاجة هو الفول لان بقسمه وتقيل على المكنة. ابتدي احط التوابل على البصل والثوم.
هبتدي بقى اضيف كل المكونات على الفول المطحون واقلبها كويس، واديها كمان مرة في الفود ميكر. هقلبها كويس جدا. زي ما انتوا شايفين ده شكلها النهائي. طبعا هي خشنة شوية، فانا هديها فرمة شوية في الفود ميكر بنفس الطريقة، ونرجع لكم بعد ما انعمها شوية. طبعا زي ما انتوا شايفين اللون الاخضر مش زي بره، بس انا ما زودتهوش قوي. لو حابين تخففوه عن كده ممكن برضو، لان كل ما هيخف كل ما هيساعدنا في التحمير اكتر، بس انا شايفاها كده مناسبة. خلاص يا جماعة، تم يعني ضربها كذا مرة وكده اهوت. فاضل اخر حاجة بقى، الخطوة دي بتديلها هشاشة بمضرب اليدوي دهوت بتاع البيت. نبتدي نعمل لها زي خفقة كده هوت لمدة من 5 ل10 دقايق. وطبعا لو عندكم مضرب كهربائي هيكون احسن، دي عشان تدي العجينة هشاشة زي اللي بتتباع برا في المحلات. وبعد كده بقى هنبتدي نعبيها في اكياس بلاستيك وبنشيلها في الفريزر. طبعا قبل ما بنستخدمها بنطلعها قبل منها بفترة، وبنضيف عليها بيكربونات الصوديوم علشان خاطر القلي بتبقى مجرد رشة صغيرة حسب طبعا يعني حجم الكيس اللي عندنا. وادي اهو عبيتها في اكياس، فاضل بس الكمية اللي انا هحمرها دلوقتي. جربوها وهتعجبكم جدا. هنكمل معاكم باقي الخطوات دي. فلافل انا طلعتها من الفريزر وحطيتها في التلاجة من تحت، تمام، من بالليل. وانا دلوقتي الصبح مثلا هقوم علشان خاطر هحمر شوية. طبعا احنا بنشيل على قد استهلاكنا عشان مفضلش ادخلها واخرجها. في ناس كمان بتفضل ان هي ما تحطلهاش التوابل وهي بتعملها في الجزء اللي هتشيله على اساس ممكن تسود، بس انا بصراحة ما حصلش معايا كده. احتمال لاني بسحب الكمية، مش بعمل كمية يعني بنستهلكها على طول، مش بتقعد عندي فترة. بحط لها رشة بيكنج باودر مش اكتر من كده، او ممكن بيضة، بس انا بفضل برضو البيكنج باودر عن البيض. وهرجع برضو هقلبها تاني علشان خاطر برضو ادخل لها اي هوا. لازم اقلبها كويس قوي بعد وضع البيكنج باودر، اقلبها كويس قوي. وصلنا بقى للقلي. بصوا زي ما بقول لكم، انا الزيت ده حطاه على النار، لكن اول ما هيسخن يسخن شويه كده كتير، بس من غير ما يوصل للقدح ان هو يطلع دخان بقى او كده هوت، لا. فانا اول ما هيسخن قوي هبتدي انزل بالفلافل بتاعتي. طبعا برضو لازم يغطيها الزيت، فانا عامله كميه بسيطه، مش معقوله احطها بقى في طاسه كبيره وكده، لا. فاخترت حله ممكن تناسب ان انا اقلي فيها، بحيث ان لما احط تتغطى الفلافل بالزيت. دي حاجه تانية، انا عندي طاسات صغيره لكن بتفور بقى، هتلاقوا الزيت ممكن يفور منها او كده، عشان كده فضلت دهوت. ممكن اي حاجه عندكم، لو عندكم طاسه الجدار بتاعها عالي يعني ممكن تعملوا فيها. هو سخن لكن مش مقدور. ابتدي انزل بالفلافل، هي مش هتغيب على فكره. هستنى كده شويه، اقل من دقيقه كده، وابتدي اقلب. لازم الزيت يغطيها.
اول ما نلاقيها خدت اللون الذهبي اروح قلباها على طول. بصوا اروح قلبها على طول عشان ما تنشفش. النار احاول تكون نفس النار متوسطه برضو، ما هتجيش قوي يعني، ممكن لو انا ههدي قوي ممكن تنشف. ما خليهاش كتير في الزيت عشان ما تنشفش. تقلبتين كده وهتكون جاهزه على الخروج. اسيبها شويه كده وبعدين كده زي برضو اقل من دقيقه، وبعدين اطلعها اول ما احسها خدت اللون الذهبي من تحت. ودي النتيجة، شايفين الفلافل بلونها الذهبي الجميل. طبعا لو زودنا الخضرة عن كده هنلاقي الفلافل تعذبنا في القلي وتغمق. كمان حابة درجة لون افتح من كده بقلل الخضار، بس هي بصراحة يعني بيميز البيتي ان هي بصوا افتح لكم كده واحدة. بصوا جربوها وان شاء الله هتعجبكم، ويبقى الف هنا في الف هنا، وشكرا لكم ولمتابعتكم.